تعالوا نعمل مع بعض النهارده المايونيز بكل سهوله في البيت، وهنعمله كمان زي بتاع بره بالظبط مش شبهه، وكمان من غير بيض ومكونات بسيطه وكلها موجوده عندكم. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. في كبه هنضيف كوبايه ونص من الزيت ونص كوبايه من الحليب، اهم حاجه يكون الاتنين ساقعين جدا. وده كده يكون اول سر في نجاح الوصفه. تاني سر في نجاح الوصفه ان احنا نضرب شويه ونوقف شويه في الكبه، ونفضل كده لمده 3 دقايق نضرب شويه ونوقف شويه. ده هيتقل معانا القوام، هيبقى كريمي جدا. ده كده خلاص، بعد ما ضربته مثلا حوالي 3 دقايق وصل القوام بتاعه حلو جدا، بقى كريمي كده والقوام بتاعه مظبوط شبه المايونيز بتاع بره. هنبتدي ان احنا نضيف عليه المنكهات اللي هتديله نفس الطعم. هنضيف عليه معلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من المستردة ومعلقه صغيره من الخل. ابتديت بعد كده تاني ان اضربه بنفس الطريقه، ان اضرب شويه واوقف شويه. ضربته حوالي كمان دقيقتين عشان كل المكونات كلها تمتزج مع بعض. ده كده شكله بعد ما ضربته مع المكونات اللي احنا ضفناها. كده خلاص بقى قوامه مظبوط جدا. هو لا مش شبه المايونيز، لا هو زيه بالظبط بنفس الطعم بنفس القوام. وطبعا عشان نحتفظ بالمايونيز هنضيف في بطرمان، الكمية دي هتكفي بطرمان كبير. هنغطيه ونحتفظ بيه في التلاجة، هيقعد معانا حوالي من اسبوعين ل3 اسابيع عشان احنا ضايفين عليه خل، والخل بيزود من مدة الصلاحية. وفعلا لو جربتوا الطريقة دي مش هتحتاجوا ابدا تشتروه تاني من بره. ولو الوصفة عجبتكم قولي رأيكم.